بداية نرحب بجميع الرفاق والرفيقات، نشكر حضوركم. طبعا المحاضرة تكون باسم وجود المرأة مقاطعة الحسكة، والتي تقام للمرة الأولى والتي سيتم النقاش فيها عن العنف الممارس على المرأة وعن قانون الأسرة تحت شعار فلسفة المرأة الحياة الحرية احمي ذاتك. باسم جميع الشهداء الحرية نقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. مساواة مقاطعة الحسكة باسم دور المرأة. هبال آلاء تتفضل عنا مشان نقرأ المحاضرة. موجودات، نحن الطبيعة، نحن النساء، نحن الحياة. لقد كونت صداقة قوية وغير متناهية مع المرأة. هذه القضية هي قضية إيمان وإرادة. بهذا الشكل أريد إعطاء الجواب لمحاولات الرفيقات بخصوصي. الحقيقة الأكثر أهمية التي أريدها أن يعرفوها هي أنهن يجب أن يكون أقوياء بما يكفي لتحديد مصير الحرب والسلام. منذ بداية حركة الحرية وحتى الآن كانت التحليلات ووجهات النظر التي وضعها القائد حول المرأة هي المصدر الرئيسي لتطوير وتعزيز نضال حرية المرأة. لقد حاول القائد تعميق وتطوير هذه التحليلات التي تم تطويرها وتوسيعها خطوة بخطوة ضمن نظام إمرالي، ولهذا استخدم أضعف وأصغر الإمكانيات لتحقيق ذلك مع ظروف العزلة القاسية في نظام التعذيب في إمرالي، ولكنه حاول الاستفادة من أصغر الفرص والإمكانيات. قدم لنا دائما التوجيهات اللازمة لتحرير المرأة وجعلنا نرفع وتيرة نضالنا ومقاومتنا. إن محاولة الإصرار في التغيير وفي النضال من أجل حرية المرأة ورفع وتيرة النضال في المسار الصحيح يؤدي أيضا إلى اكتساب هوية ومكانة المرأة الحرة، وسيكون هذا هو الأساس لنشوء وتحقيق مجتمع حقيقي وحر. إن نضال المرأة الجذري ومسيرتها من أجل الحرية سيحدد اتجاه كل بحث ونضال من أجل الحرية، وأن الابتعاد عن التقاليد الاجتماعية والتاريخية لآلاف السنين سيعزز النضال من أجل الحرية. إن قائدنا يقول: أنا أؤيد النضال من أجل حرية المرأة، وهذا يظهر بوضوح وجهة نظرنا للنضال ويوضح ما يتعين علينا القيام به. وبهذا المعنى فإن كلمات المرأة الحياة الحرية ليست مجرد كلمات منسقة ومركبة، بل هي كلمات أسطورية وملحمية لحقيقة الحياة. يمكننا أن نبني حياة جديدة مع فلسفة المرأة الحياة الحرية، ولكن أولا وقبل كل شيء يجب على المرأة أن تؤمن بها. فالإنسان عندما يؤمن بشيء يمكنه النضال من أجله بكل تفاني حتى يحصل عليه، والإيمان يأتي من المعرفة، أي المعرفة ضرورية. كما أن محاولة إبداء السؤال والاستفسار والفهم مهم. كل امرأة تعيش ضمن النظام والمجتمع والأسرة ومحيطها إلى أي حد يمكنها الاستفسار. هل يمكن أن تتحول هذه الاستفسارات إلى استياء أو عدم الرضا أو التمرد أو المقاومة؟ هل يمكن أن نعيش الحياة ضد تحت ظل سلطة شخص آخر؟ ما هي الحياة في البيت، في الأسرة، في الأسواق، في المدرسة، في العمل وفي آلية عمل الدولة؟ يمارس كل أنواع العنف ضد المرأة. تواجه المرأة دائما جميع أنواع العنف، بدءا من العنف الجسدي الوحشي وحتى العنف العاطفي والروحي والثقافي والاقتصادي. ويتجلى العنف ضد المرأة أحيانا في التحرش والاغتصاب، وأحيانا الضرب الوحشي، وأحيانا جرائم الشرع، وأحيانا القتل الجسدي، وأحيانا الاضطهاد النفسي والروحي والعقلي. يستخدم النظام الرأسمالي العنف العقلي والعاطفي والروحي ضد العنف الجسدي الذي يؤدي إلى الجرائم، ومن خلال الترويج لثقافة الدعارة والإعلام التي باسم الحرية الجنسية تجعل جسد المرأة سلعة وتستغله. تحاول إخفاء العبودية وإظهارها كحرية في مواجهة جرائم الشرع. كيف يمكننا تفسير هذا القدر الكبير من العنف ضد المرأة؟ هل هناك نوع آخر غير الجنس البشري يستخدمه جنسه للدفاع عنه؟ كيف يمكن تفسير أن نصف البشرية قد تعرضت للاضطهاد من قبل النصف الآخر منذ بداية التاريخ وحرم من الكرامة الإنسانية؟ المرأة هي مؤسسة الحياة والمجتمع. كيف يتم إضعافها وحرمانها من قوتها وكرامتها باعتبارها منظمة الحياة والمجتمع؟ كنساء يجب علينا أن نطرح هذه الأسئلة عن أنفسنا ونبحث عن الأجوبة. وبمناسبة يوم 25 من تشرين الثاني نريد تسليط الضوء على صورة العنف ضد المرأة في العالم والمنطقة وفي بلدنا. وكما هو معروف تم إعلان يوم 25 من تشرين الثاني يوما عالميا لمكافحة العنف ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 تشرين الثاني من عام 1999 بعد حادثة مقتل الأخوات الثلاث لرباط عام 1960 في جمهورية الدومينيكان. ولكن يكفي إعلان يوم واحد كيوم رمزي ضد
المرأة أليس النظام الدكتاتوري لرافائيل تروخيو الذي قتل أخواته رابال ونضال، والنظام الذي يعلن هذا اليوم هو النضال هو نفسه الذي ما زال يمارس جميع أنواع العنف ضد المرأة؟ إذا يجب علينا أن نعرف أسرار نظامنا المعارض جيدا، لأنه إذا لم نستطع فهمهم ومعرفتهم جيدا لن نتمكن من محاربتهم. ففي شخص أخوات ميربال تم استهداف النساء التويات اللاتي تمردن ولم يخضعن للنظام، وقد تم استهداف النساء القياديات الثلاث سارة وروجبين وروناهي من قبل نفس النظام الحاكم في باريس في 9 يناير عام 2013. نابي مالا جني يا كاردونا حتى فيدي شوية دماغ أم دبيجن ببنية 25 مجداري براستيجي أم دبيجن ببنية إيشك زورك فرز أحمد سر أسطى جهاني سر أم بيجن مبادئ جني سر هيزا جني سر إرادة جني هات نشاندن وحتى رجع إيروجي أم دنابا رام إيري شابني شوية شعار مني إيسا بفلسفة جن جيان آزادي خو بباريزه دماغ ام دبيجن شورشا وجابا يعني ام بيجن بلكي دماغ كرته يعني 14 سال هف قيسه ام بيجن يريش لسر جنيتشيبو بلكي نجياي ام بيجن 10,000 جن دنابا تنديدي ياجي ام بيجن دنابا يريشادي ياجي وبشورشا وجابا 10,011 ام دبينن يعني حمر يخصني ملي جن دسبيكي مالا جني هالكتي وكي كيتيا ستار ريبر أبو زاني الشورش هذه أفقي سيري ستار جنيه تشيلبه جند بقربان جند بهدف لأما مجي دي ديروك شوا خدوا باردك الشخص جنيه دي شوا خدوا باردك الشخص جنا قيادي دي الشخص جنا سياسي دي الشخص جنا دبلوماسي دي الشخص جنا جباكي دي شوا ديروك خدوا باردك وشوا بيجني بحر أواي يخوازن ويتنبي جبل بيكيجي يعني بفكرنا مالا جنيه 1011 بحميسكرنا مالا جنيه حمي ام بيجن ايريش يقول سجني ياش كان جي يقول سجني في مشاهد ياجي ام بيجن زواجها ام بيجن ب8 بتشوف يا تعدد الزوجات يعني شحال الي خدي مالا جنيه قريبو بسكريكي جنيه شهر السر بكره شبو رجع خاطر بويا بلكي حما حفال زانين دماغ مالا جنيه بابو دسبيكا شورشا رجع حتى سيدكو مالا جنيه وتشوا بسكريكي جنيه شهر السر بكره افتش فكري يعني الجن والجن خدي دركبه والبسكريكي جن خدي دركبه جن ابو بحزار السالا هدوش كنان دايم دقوت الجن جنيش كنادي ندقوت سيستم جنش كنادي ندقوت سيستم بابك سالاري جنش كنادي جبر بيكي يعني حتى سي هزا جنيدي دهنطري مالا جنيدي يكي ديا ستار دي دحمسا زي مني ريخستني دي انا هاتنها باكرين چوا کرن جنه به پاریزن اگر جالیه البیجن یا بجه دبی اگر جالیه آسانی شه دبی اگر جالیه منظمه سارا دبی جالیه هزا جوهری دبی جن چوا خو به پاریزه جهر آلیه خود ایرو هم جنه پاریزه تفیه کیجی هم دبینن هفقی سیریش سجنه يعني بلكي نجاليه جفاف كامدني بلكي جاليه ام بيجن دستي خراب دبي ام جاليه ميتي بدناك ما دكار دبي ايغو شورشي ما ام بيجن بدهي سالا حزار سالا ببلخصن جنش كناد عيني انا كاد يروح دوباره جبر بيا كيجي يعني ديسجي ريش لسر جنيه جاليه تنديدي لسر عليه جاليه قياديه مدي جاليه دبلوماسيه مدي هبالا فتش عليه سر زمان داليه كاغتي هات نفساندن جبر بيا كيجي امجي دبيجن ويب ريخستنا جن اغو باري ريبر اغو دمك دبيجن از هاتم قرتن دي امام شورشا جني ياجي امبيجن كارو خباتي جني من كاري بوكي عنداسني لي باوريا هي ويجن في كارو خباتي جي بريبكي ويبكي نسرين لي اما باوريا ماشي هي جبالك حرشنا كيلو الفرن نشتي حد ميلا كيلو الفرن نشتي بهدور على كار ده هندري الرئاسه المشتركه ده ريبر اغو دمك الرئاسه المشتركه جن كار دوردي فكري اسلام بكره بقي زلامك آزاد زلامك ديمقراط لأما أنا كأرض من واقعة أم تبينن شوال كيلك هفتو مل بمل كاردك دالية أم بيجن قواتي مني عسكري دي شوال كارد جبهات عدي جنسينكا خبكش حمل بلاد جمر والكيلك ويجي هفال زلام رخصتن بك أسكاري بيتشتي بكم. سؤالين عم يخطروا ببالنا، هل يا ترى هو تخوف من المرأة؟ واحد من شخصية المرأة، من سياسة المرأة، من قوة المرأة، أم هي ما زالت الذهنية الموجودة التي زرعتها سياسات الدول؟ القائد يقول حرية المرأة بناء مجتمع حر، وبناء مجتمع حر
يعني بناء مجتمع ديمقراطي حر. لكن قتل المرأة ما زال موجود. رفض الرجل المرأة إلى جانبه جنبا إلى جنب ما زال موجود في بعض الأماكن، لا نقول لكل الأماكن. الشخص الوحيد الذي أعطى يدا للمرأة وفتح المجالات أمام المرأة هو القائد عبد الله أوجلان. بفضل فكره وفلسفته فتح جميع الأبواب المغلقة للمرأة. فالمرأة خطوت خطوات عديدة قبل ثورة روجافا وبعد ثورة روجافا. قبل ثورة روجافا حسب سياسات الدول كانت المرأة هي المربية، خادمة في المنزل، ولكن وبعد بداية ثورة روجافا تحولت المرأة إلى السياسية القيادية الإدارية، تحولت المرأة إلى عنصر فعال في جميع مجالات العمل على أرض الواقع. اليوم المرأة بدأت بحمل ثورة روجافا، فهي الآن ممثلة ثورة روجافا على أرض الواقع، ولكن العنف ما زال مستمر. نحن كنساء نعاهد جميع النساء، نحن مستمرون في جميع حملاتنا للعنف، وسوف نحرر جميع النساء كما قال القائل كي نحصل على مجتمع حر ليسود مجتمع ديمقراطي حر. كعنف كمكونات، المكونات موجوده بشكل عام يوجد بها عنف، لا نستثنى كل مكون عربي، لا كردي، لا سرياني، لا يزيدي، لا غيره، لا سوا. والشيء الدليل الاساسي هو ايران، رفيقتنا بايران، هي صار الرفيقه الثانيه التي تستهدفها وتقتل. هذا اكبر دليل انه الاستهداف الاكبر للمراه. طبعا القضيه هي الكرديه قضيه مو سهله ابدا، هي قضيه صعبه وبدنا نتعب فيها، مثل ما ذكر القائد قال قضيه المراه هي صعبه ولكن ليس مستحيله، اكيد معناته بدنا نوصل لهالشيء هذا. بالنسبه لوضع المناطق بشكل عام كمراه يستهدفون المراه من ناحيه الفكر. طبعا المراه يوجد هالشيء هذا يخرج من المراه ايوه، ولكن داخل وجوهر المراه الاساسي هو ما يوجد هالشيء هذا ابدا. لو موجود هالشيء هذا داخل كل مراه، ما القائد اعطانا القضيه الكرديه ولا القائد قال القضيه الكرديه هي حركه المراه، جميع المكونات وجميع النساء شمال شرق سوريا، ولا بس شمال شرق سوريا. احنا وقت نوقف ونقول احنا نريد نساء العالم بشكل عام يتحررن، احنا ما نحكر نفسنا بس شمال شرق سوريا، ولا بدنا بنات منطقتنا ولا نساء مناطقنا انها تكون محررات، لا ابدا، احنا بدنا نوصل صوتنا لاعلى مدى، لاخر مرأة تكون موجوده على وجه الارض. طبعا احنا عندنا عادات وتقاليد، احنا كمكون عربي بالاخص عندنا عادات وتقاليد تحكمنا، نعم، عندنا عادات حلوه، عندنا ثقافتنا الاوليه هي الاساسيه، ومثل ما ذكر القائد قال الشخص الذي يفقد ثقافته هو كالجيف المتفسخه، احنا ما نطلع عن ثقافتنا ابدا، ولكن احنا عندنا حريه فكريه. كل انسان خلق على هالكون هذا عنده حريه فكر، لو ما كل شخص عندنا حريه فكر كان نجمع كل 1000 شخص تحت فكر شخص واحد، احنا ما بدنا هالشيء هذا، احنا حريه فكر، حريه الانسان ذات فكره، مو ذات شخصيته ابدا، لا ذات فكره. طبعا احنا نطلب من هالشيء هذا، احنا نطلب الكباريه او شيوخ مناطقنا انهم يدعمون مؤتمر ستار، يدعمون دار المراه بهالشيء هذا. طبعا يعني اتمنى انه مفهوم المراه يكون عن طريق الوعي وقانون الاسره، ويوم نعطيه كمان المؤسسات كلها طبعا من حقها تعطي قانون الاسره، يكون في امكانيه كافيه لشرح هذا القانون. يعني نحن ما بدنا نقول على طول حق المراه، في نساء كمان فهمان حقوق المراه غلط، بس نحن كمان بدنا نساعد هالنساء نوجهن الفكر الصح. هلا مثل تعدد الزوجات، يعني اليوم المرأة إذا ما تتزوج على مرة ثانية ما كان صار تعدد الزوجات، نحن ما نلوم الزلمة على طول. زواج الخاصة كذلك الأمر، الأم موجودة، الأم إذا بدها تمنع هذا الزواج ما راح يصير كمان. تقريبا 100 وشوي دعوة، يعني بدنا نحل أغلبها كمان، مو عن طريق القانون. يعني اليوم إذا بدنا نحل عن طريق القوانين ما راح حدا يجي يتجه لدار المرأة. عم نحلها حل سلمي، يعني يكونوا الطرفين راضيين بهذا المحضر كمان اللي عم يصير. مو انه غصب مثلا القانون او يكون عن طريق السجن او اي شيء، يصير محضر رضائي بين الطرفين والطرفين كمان يكونوا راضين. حتى اليوم الرجل اليوم يجي على دار مرأة عم يستغرب بالشارع، عم يحكوا شيء ونجي على دار مرأة يصير زيارات وعم يصير شكاوي، عم نشوف شيء ثاني. يعني اتمنى انه نظرة دار المرأة انه تنشروها بين المجتمع تكون نظرة ايجابية. قومي بين مجالس بين كونغرسار بين جهر آلية خود هوا الأمكار بين بهبرة على سرية جوان تسكريكار ببینن. جبر دما که از بیجم شورشا روجاوا شورشا جنی مجبور ام هر یک آلية خود بپاريزن.
قال لك هبالا بوتن يعني إيرو محاضرة برهات شكلن نتني أم دروجة تنديد في محاضرة بدن لي أما أفتشتاش ما كشاتي خستن يعني إيرو هجر كونغراستا دنابا جباكي محاضرة بدي هجر منظمات صارت نابا جباكي دي هجر هبالي مني مالا جني قانونا مالباتي دنابا جباكي بدن وبراني هبال تشتي بيداني قانونا مالباتي قانونا مالباتي حمام مالباتي تباريسي جنجي تباريسي زاروكا جي تباريسي ميرجي تباريسي شورشا يكيتيا فكري جبر في يكيجي هجر ام بهفر ندستقبل جنو مير ام بهفر بي ازادي افانكن ام في فكري بيش نخينن يعني اف شورشا قوما افاكر اف ام بيجن شهيدي قوما داني اف ريبريك 26 سال نقبا 4 ديواردي ازاديا خو قريج بو ازاديا ما ام بهيفينه ام جي كاربن فيبا الغور فيبا ديبن ام كاربن بيش ورشي بيش خينن ام كاربن بي فكري بيش خينن حركش من هندام اخو يرو حر هفالك رابي يعني هقرد هو ليه دابا بحثا ام بيجن عادات وتقاليدات ام كش فرسنا عادات وتقاليدات يرو حرجنك رابو بويا فجي فرسنا شكل فرسنا عادات وتقاليدات او كچا بالثمانية خو بتشوف بلكي السراق هندري حتى سيدي دما قد كوباني تجير بوتن تشاور راشتي عملي تشاردسا تشاور راشتي روسيا كي تشاور قريب راشتا روسيا كي من راشتي روسيا كي مراشتي فكركي مراشتي مبادئكي مراشتي ازاديه مني قبل 1000 سالاش دستي متشوقي مراشتي في تشتي جبر بيكي امشي تشتي بو انا كتي دستي مدى اف ما في قريبر ابو دايما يعني ام دبين اللي دولتي دنياي بيكتي